ديال الالام في الوقت اللي كان 2004 في الصدر ديال الفرحه وفي الصدر ديال الابتهال. كان اللي ما كان عنده ما ياكل داك النهار وكان الليل كله كيشطح من العشيه وهو كيشطح حتى الصباح. الناس مشاو حتى لحدود الجزائر، حدود الجزائر، وكيشطحوا حدا حدود الجزائر باش كيقول لهم ها المغرب علاش قاد وهكذا كذا. الان سي الفهري والجماعه ديالو هذاك الجماعه الصغيره ديالو وصلت المغاربه انهم فقدوا الثقه في انفسهم. مازال الرياضه كنهضر ما كنهضرش على حاجه اخرى. فقدوا الثقه في انفسهم ولاو كيقولوا حنا ما قادرينش نرفعوا حتى شي حاجه، ما قادرين نديروا حتى شي انجاز. وهذا هو الاحباط. والاحباط شكون اللي وصلنا ليه؟ هو الطغيان، هو التحدي. لا واش ما يمكنش، وهذا التحدي ما يمكنلوش يكون اكثر من الخيار. راه ما يمكنناش نوصلوا لواحد الوقت نجيبوا علي الفهري ونديروه في كفه و30 مليون ديال المغاربه نديروها في كفه. ما يمكنش. علي الفهري فشل الراتين، خاصو يحشم على عرضه، ماشي خاصو يدير جبل عام، خاصو يقدم استقالته اولا ويستعمل على جمع عام باش ينتخبوا الناس اللي غادي يسير كره القدم الوطنيه. انا فشلت وانا جالس منكم، انا فشلت وبكيتكم وكحلت لكم وجهكم ووصلتكم كتعبروا مع الموزمبيق ومع تنزانيا وغادي نلقى رئيس ديال الجامعه. بزاف ولا التغيير هذا، راه التغيير يولدوا الانفجار. هذا الضغط هذا كيولد الانفجار. وانا اللي كنشوف هو انه واحد المشكل ما كينتبه ليه حتى شي واحد. كلشي كيهضر على الشغب في الملاعب، حتى واحد ما كيتقطع علاش كاين الشغب في الملاعب. الشغب في الملاعب راه ماشي المغاربه، ماشي حيت المغاربه طلاق، المغاربه ماشي طلاق حاجه، ماشي بحال دوك اولاد كيقول لك ولاد دوك الاحياء الهامشيه حاجه. هذوك ولاد الاحياء الهامشيه هما اللي عطاو مقاومين وعطاو اعضاء جيش التحرير وعطاو كذا. راه هذاك الشغب السبب ديالو الرئيسي بالاضافه لاشياء اخرى. بالاضافه السبب الرئيسي هو التصرفات ديال الجامعه. الشغب كيجي نتيجه ديال هذا رد فعل، لان هذاك الجمهور راه عارف اش كدير هذه الجامعه، راه عارف الحكام اش كيديروا، راه عارف لجنه البرمجه اش كدير. ملي كيمشي للتيران كيولي كيتسنى غير فرصه والشغب كثر. وانا كنقول لك بكل صدق هذا هو عارفين الشغب اللي ولا في المغرب عمره ما كان. خصنا نقصوا نقولوا هذا الشغب اللي زاد ضاعف وكثر فين غنوليو. خصنا نقصوا ونعرفوا شكون هو اللي غلط واللي ما قادرش. ماشي عيب يمشي بحالته، راه ماشي عيب. المسؤوليه راه ماشي ما كتخادش بالقوه، المسؤوليه كتخاد بالكفاءه. خصك تكون كفء. وحنا في المغرب خصنا نقطعوا مع هذه القضيه ديال الباك صاحبي. غادي نديروا هذاك رئيس ديال شي حاجه لانه ولد فلان ولا ولد كذا. لا، الكفاءه. وما كاينش المغربي اللي غادي يبغي بلادو تكون في واحد المستوى اللي هو خايب. المغاربه كلهم مزيانين، فاش كنفرقوا بالكفاءه نختاروا الكفء هو اللي يكون فاهم. اذا هادشي كله كيبين على ان المده ديال 4 سنين اللي دوزت فيها علي الفهري كلها اخفاقات، كلها فشل، ومع ذلك مازال باغي يبقى مستمر وكيبقى شي اسباب واهيه. دابا المهم باش يحارب الناس اللي غادي ينافسوه، وفي مقدمته مع عبد ربيه قلت انه كيحارب الاتحاد الجمهوري والكوميتات، ما فلحش وما غيفلحش، وبدا يحارب محمد القرتيلي في عصبه مزيان. وتخيلوا معايا كينوض عضو جامعي معاه كنتصدق عليه بشي منصب في الجامعي، قال له غتنوض تحارب القرتيلي، وكيتصل لي في التليفون يقول لي لا ما هادشي ماشي معقول وما يمكن لياش انا نوض ضد رئيس عصبه ولا ندخل في شؤون العصبه لان العصبه هما اللي داروني ماشي انا اللي درتهم. هذا هو علي الفهري كيهضر معايا في التليفون، كيهضر معايا هكا وفي الصبيه. ولكن من جهه اخرى كينوض الغايدي وكيقول له شوفوا كيديروا للقرتيلي فين وصلهم الاجتهاد ديالو. انا من بعد ما درت الجمع العام ديالي نهار 8 في الشهر، نهار 8 11 2012 درنا الجمع العام واتخذت بالاجماع ديال الانديه اللي كانت اصلا شهر 63 من اصل 94. كينوضوا قال له سيروا ديروا جمع عام انتوما، قال له دير انت شي جمع. مشى هذا الدومو كيدير جمع عام في الزنقه في الشارع. شنو هو جمع عام؟ جاب البلطاجيه وجابوا له الشماكريه وكذا وتيغوتوا في الطرقه درنا جمع عام، هزوا الدومو رئيس ديال الرابطه. ما كاين مشكل. مشينا كنمارسوا المهام ديالنا ومشينا حطينا الملف ديالنا القانوني. مهم بقى كيقلب اش يدير، بقى كيقلب اشنو غادي يدير. قال له غنديروا ما نديروا، وهذا بقى كاين جوج ملفات عندنا، غادي نشوفوا نديروا شي لجنه ديال اصلاح ذات البين. عيط لي الغيبي كيقول لي الله يخليك السي قالت لي راه حنا بغينا نصلحوا هذا الشيء وكذا وكذا، شوف انا مخاطب مع حد. حنا كيقول حنا عندنا جوج ديال الملفات دابا، ملف ديال الاصلاح برئاسه محمد القتيلي اللي هو صراحه التوقيعات ديالو وكل شيء، كيقارنوا مع واحد الملف ديال واحد اللي دار جمعه في الخلا. ما كاين مشكل.
اش غنديروا اصلاح ذات البيت، وانا باش من على حسن نية ولا اصلاح ذات البيت ديال هذيك كده في الاسلام. اصلاح ذات البيت داروا واحد اللجنه شكون اللي فيها الناس غير ديالهم كيما ديالهم اصلاح ذات البيت. شي واحد كيعرف القانون بعدا راه كاين واحد العلاوي تما راك رئيس ديال العصبه رجل القانون محامي وكعلق هذاك اللي ما يصلحش، داروا فيها اللي بغاو، داروا فيها الناس اللي بغاو. قلت انا ما كاين مشكل، وجدت لهم ملف وجبت لهم القانون اش تيقول وحنا اشنو درنا وهو الاخر الخروقات اشنو عطينا لهم. ما بيهمش اصلاح ذات البيت، بيهم باش يتسماو راهم داروا لجنه، وهذيك اللجنه هي اللي غتقرر باش دير جمع عام اخر وتلغي ذاك الجمعه العامه. ما عليناش. المهم دوزنا باش شوف باش الناس يعرفوا التلاعبات. حتى الناس ما مهتمينش بالرياضه، الناس عاديين غادي يعرفوا التلاعبات. درنا الجمع العام ديالنا حنا نهار 8 بقينا دوزنا 3 شهور تقريبا. خرج واحد البلاغ كيقول انه الجامعه تقرر توقيف البطوله ديال العصبه. اول رد فعل جا من عند الانديه تقول الجامعه تقول نحن لا نعترف بك كجامعه، نحن نعترف بعصبه الغرب ونعترف بمحمد القتيلي كرئيس وما كنعرفوكمش لان نحن البطوله جهويه ما عندنا علاقه مع الجامعه. وقصيتوا لهم الرسائل مصححات توقيعات اللي قال لي بحال هكا ما اعتبروهاش. دازت واحد المده خرجوا بلاغ اخر والبطوله ديالنا وصلت النهايه ديالها، وصلنا للمرض. خرجوا بلاغ اخر كيقولوا بعد صدر دراسه من طرف اللجنه ثبت انه لا الجمع العام ديال الاخرين ولا الجمع العام ديال هذا ما خضع في الشروط القانونيه، ودابا غادي نعلنوا على جمع عام اخر للجامعات عندنا جمع اخر. هادشي كله خرق للقانون. اولا بمجرد ما خرج هذا البلاغ هذا درت دعوه في المحكمه بعلي الفاسد السيري، دعوه في المحكمه. علاش؟ لان الجامعه ما عندهاش الحق نهائيا تدخل في العصبه الجهويه. كيف ذلك؟ شنو هي العصبه الجهويه؟ هي جمعيه رياضيه، الجامعه جمعيه رياضيه والنادي جمعيه رياضيه، وكل مؤسسه عندها الجمع العام ديالها هو السلطه العليا ديالها. النادي دابا مثلا اتحاد ذوي الخميسات اللي كيتحكم فيه واللي غيقرر الدفاتر ديالو هو الجمع العام ديالو. شكون هو الجمع العام ديالو؟ هما المنخرطين. العصبه اللي كيتحكم فيها هما الجمع العام ديالها. شكون هو الجمع العام ديالها؟ هما الانديه المنضويه تستدعي على العصبه. الجامعه هي اضعف حلقه لان الجمع العام ديالها مكتب الجمع العام ديالها كيتكون من الانديه ومن الاوصاب الجهويه، وهو اللي اعلى سلطه عندها هما المكتب الجامعي ماشي الجامعه، لان ملي كنقولوا الجامعه تنعمموا المكتب الجامعي عنده سلطات تنفيذيه. اش كيدير الدور ديالو؟ ينفذ السياسه اللي كيحطها له الجمع العام. شكون هو هذا الجمع العام؟ هو العصاب وهما الانديه ديال النخبه وديال الهواه. فاذا به بقدره قدير علي الفاسد الفهري كيقلب الهرم وتيرد راس ذاك المكتب الجامعي اللي عنده سلطات تنفيذيه رد عنده سلطه تقريريه ولا كيحل الجمع العام ديالو. هذا الوقاحه. هذيك الدول اللي كتختار بالساق هذا يرجم، لانه باش تكذب القانون معناها انت وليتي خارج القانون، ومن يخرج عن القانون فالقانون لا يحميه. هذا خرج على القانون. درت به دعوه في المحكمه طبعا، راح كدوز جلسات. المحامي ديالو كيجي كيطلب تاجيل حتى اليوم راه داز المحكمه اليوم سامع تلاقي في المحكمه اليوم عاود غنطلب، وان شاء الله نهار 19 شهر ربما غادي تكون اخر جلسه للحكم. كيدير جمعه. كيفاش كيدير هذا الجمعه؟ كيعلنوا على جمعه هما المكتب الجامعي ماشي المكتب الجامعي كله، ديك الشرديمه اللي مع علي الفاسد علنوه هما على التاريخ ديال الجمعه. هما قالوا الجمعه غنديروا نهار 19 شهر. القانون المرسوم 195 ما كيعطيش هذا الحق للجامعه. الحق كيعطيه الرئيس العصبه اللي هو في البلاصه، هو اللي كيعلم. والدليل على ذلك سهل باش نفهموها. دابا الفاسد الفهري 3-4 سنين ديالو غيدير الجمع العام. شكون اللي غيعلن الجمع العام؟ هو سبحان الله، هو يعلن الجمع العام ديالو. والعصبه اللي فيها محمد القرتيلي الفاسد الفهري يعلن الجمع العام ديالها. هذا هو هذا الطغيان. مشاو الناس للجمع العام، اش كيلقاو واحد كوموندو هو اللي مرأس الجمع العام في القبله، علما ان القانون ما كيسمحش بهذا لانه رئاسه الجموع العامه ولا الاجتماعات ديال العصبه رئيس العصبه، ولا ما كانش رئيس العصبه النائب ديالو الاول، ولا ما كانش النائب الاول النائب الثاني الى اخره. هادو جاو واحد المجموعه الماريشال اصلاح قال في الوسط وندور به دوك الاخوان. وانا مع الاسف كيفاش الناس كيقبلوا يجلسوا في واحد الجلسه اللي هي ماشي بحقهم، وكيجلسوا لانهم واعدين هما ذاك غادي يعطيوه واحد من المكتب الجامعي وواحد المواعدين يمكن يجيبوه يخلي الغرض شي حاجه، وهذا الشيء اللي كاين ما كاينش حاجه.
اذا ما عندهمش الحق، ها الخلق الاول ما عندهمش الحق يترقصوا الجمع العام. ملي وصلوا شكون اللي غادي يحضر في الجمع العام كتلقاهم العصبه فيها 74 فريق، 74 فريق اللي عندهم بالفات ديالهم. وصلوا هما جايبين لائحه فيها 116. علاش 116؟ جايبين فروق ديال كرة القدم مصغرة وديال كرة القدم النسوية وجمعيات ثقافية باش وصلوا لديك 116. علاش؟ باش يكونوا واحد الأغلبية باش يقرروا. ما كاين مشكل. ترشيحات القانون واضح، ما كيعطيش الحق للترشيحات لكرة القدم داخل القاعة. قبلوا الترشيح ديال دوم، ماشي قبلوه صراع وكيقولوا الفراقي غنقبلوا الترشيح ديال دوم. غنبين علاش الترشيح ديال دوم ما خصوش يتقبل، لانه تقدم الترشيح ديالو كرة القدم مصغرة، وكرة القدم مصغرة القانون المصوب ديال 95 لا ينص عليها، ما كايناش. بالاكثر من ذلك حتى هذيك كرة القدم مصغرة ما كيلعبش في العصبة، كيلعب في الجامعة. وانت كدير جمعان ديال العصبة، انت دير البطولات ديالك ديال الجامعة، خاصك ديروا مع الفريقين اللي عندك انت تابعين للجامعة ماشي اللي تابعين للعصبة، لانه انا ما كنديرش بطولة داخله فيها نادي سبو، ما كاينش. انا كل ما في الامر هو داك في الاول العام دومو صيفط ليا بيلف ديال نادي سبو، وملي درساتو لجنه القانون الانظمه رفضاتو، لانه المكتب ديالو فيه 6 ديال الناس. ردوا ليه اللجنه تيقول لهم دير راه تابع اللي مرسوم كذا 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 كذا، راه المكتب ديالك راه غير قانوني، خاصك يكون فيه على الاقل 9. صيفطناه ليه هو يرد فينا واحد اخر دار فيه 11، الا انه هذاك اللي دار فيه 11 مشى قال ليه دوروا، ما قال لي شيء بالقواعد ديالو، غير شي واحد دار داك الطابع ديال ليغاليزاسيون بلا رقم ديال التسجيل بلا كذا بلا كذا. ملي مشى دابا للعصبه باش مشى للجمع العام ديال العصبه ما رجعش مع بني الفلسفه من الاخر، رجع لهذاك ديال كره القدم الصغيره. هذا لا هذا لا، ولكن عندهم تعليمات انه كيخص الدوم يكون ولو بطريقه غير قانونيه، واللي ما عجبو حال يمشي للمحكمه. علاش؟ هو راه غادي يمشي للمحكمه، غتمشي للمحكمه، وكاش غيديروا كيقولوا هما بالخلفيه دابا الا مشاو للمحكمه غيبقاو كيتزرزروا في المحكمه، حنا غندوزوا الجمع العام ديال الجامعه والبنت اللي غتكون فاتو فرصه انه غيترشح للجامعه، ديك الساعه الا بغى يرفع الدعوه من بعد يربحها ماشي مشكل. اللي ما فاكر اللي يقول لك اللي فراس الجمال فراس الجماله. انا في ذاك النهار ديال ذاك الجمع العام اللي كان فيه الفروقات، عيط هذوك الناس اللي كاينين تما في الجمع العام واللي هما فروق صحيحه وفروق عندها النسبات القانونيه، اجتمعوا في جهه اخرى وانتخبوا مكتب ديال العصبه جديد برئاسه محمد القتيلي، وحطينا الوثائق ديالنا عند الولايه. اذا حنا في هذه الناحيه ما عندنا حتى شي مشكل. اللي كيلعبوا الكره بغاو يلعبوا سميتو اللعب الطويل، يلعبوا اللعب الطويل، بغاو يلعبوا القصير يلعبوا معاهم اللعب القصير، غير حنا كنلعبوا في اطار القانون وهما كيلعبوا خارج القانون. اذا وكثر من هذا الشيء دابا ملي وصلنا للتصويت، ملي وصلوا للتصويت انا ما حضرتش لان انا عندي دعوه، ملي وصلنا للتصويت كيقولوا غنعطيو الفرق كره القدم المصغره 3 ديال الاصوات. القانون فيه اجتهاد، تيقولوا لنا ثلاث اجتهاد مع النص كيدور القانون. القانون كينص في الفصل 12 ديالو كيقول الفروق ديال النخبه الاولى والثانيه، الفروق ديال الهوات الاولى والثانيه، والفروق ديال العصام الثالثه والرابعه. ما كيهضرش على كره القدم. عطاو 3 اصوات، على 3 اصوات باش هذوك الناس اللي جابوهم زايدين، هذوك اللي جابوهم زايدين ديالهم عطاوهم 3 ديال الاصوات ويديروا اغلبيه، يعني باش يطبخوا اغلبيه. المهم اللي خطير في الامر، هذا الشيء كله يمكن يتقبل، لان من بعد غادي يقول الانسان واه عطاو هذاك ولا ما خدمش هذا. اللي خطير في الامر هو انهم جابوا الحرس الامني بزي موحد وداخل في وسط القاعه وكيعنف عباد الله، واللي يهضر كيخرجوه وهذا كيدفعوه وكذا، علما انه هذه تعتبر جنحه، لانه المغرب ما فيه القانون ديال الحرس الخاص مازال ما خرجش. كاين جدارميه وكاين الامن وكاين القوات المساعده، وملي كيجيو البوليس ولا جدارميه باش يحضروا شي تظاهرات كيوقفوا فين دار قدر الله وقعت شي حاجه كيدخلوا. هادو واقفين في وسط القاعه وكيعطيهم في اصلاح الاوامر، خرجوا هذاك سكتوا هذاك. هذه جنحه والجنحه يعاقب عليها القانون. وكاين هناك الناس اللي تعنفوا احتاجوا الوكيل الملكي يدير الشكايات ديالو وسيتابع في هذه القضيه هذه، لانه غير دفعوا انت راسو قال هو عادي فيه ما كيحترمش القانون، انا ما نحترمش القانون وغادي ندرم وغادي نواصل الفاشل. المهم هادشي كله، هاد الخروقات كلها اش هو السبب؟ باش القتيلي ما يترشحش شيء رئاسه الجامعه. ماشي بهذه الطريقه.
مشان ما يخالف القانون يمكن